طب انتي متخيلة ان الجمال ده وده ثم ده ولا بقى ده؟ هما في الاصل الزبادي اللي صلاحيته قربت تنتهي عندي ده، عشان انا بقى باخد اي زبادي قديم عندي واملحه واصفيه واحط عليه تقل كده فيتحول معايا لكده، فاقوم مكوراه كور صغيرة وممكن تتاكل زي ما هي، او نعمل لها كفر من حبة البركة بالشكل ده، او من البابريكا المدخنة كده اهو، او الزعتر كده هو. وشوفي لي بقى السيمفونية المتناغمة من الألوان دي. بس ما تيجوا نزيد الجمال جمال على جماله، ونقوم هرسين فلفل مشوي مع كام قرن فلفل شطة وكام فص توم وفلفل رومي مجفف وطماطم مجففة، ونملحهم طبعا بشوية ملح. نحضر برطماننا الجميل ونحط طبقات متساوية من زيت الزيتون وهرسة الفلفل المشوي ثم اللبنة بجميع أشكالها بقى وألوانها، يتخللها في النص كده زيت زيتون وهرسة فلفل. وبكده سيدتي الجميلة بقى عندنا لبنة فاخرة شبيهة بالشنكليش السوري بلا مواد حافظة وبلا زيوت مهدرجة. لقمة عيش محمصة كده بقى وافردي لي الجمال ده عليه، واوعي تنسي تفنشي اللوحة الفنية دي بشوية هريسة فلفل مع زيت زيتون. بصي بقى وانا بصبها متماسكة ازاي، وده لاننا خرجنا السوائل اللي في الزبادي صح، وما تخافيش خالص من الصلاحية بتاعت الزبادي، وده لان الملح وزيت الزيتون والشطة هيحافظوا على صلاحيتها فترة اطول. طب انتي متخيلة ان الجمال ده وده هما في الاصل خالص بواقي تقوير بدنجان المحشي اللي انتي كنتي بترميه؟ بحمره في معلقة زيت واضيف له شوية توم وهريسة شطة وانزل عليه بمكعبات طماطم صغيرة كده، اغطي الطماطم تدوب وتتسبك او ما ملحه وبهاره. وهنا بقى قدامك حل من اتنين، يا تضيفي زبدة فول سوداني وتبقي عملتي سلطة الاسود السودانية، يا اما تضيفي طحينة ومعلقة زبادي وتبقي عملتي سلطة المتبل السورية. وعلى فكرة هما بيعملوا المتبل كمان بالكوسة وبتبقى تحفة. وفي كلا الحالات بقى سواء سوري ولا سوداني هتغرقيه ليمون والكثير والكثير من زيت الزيتون، ونقوم دشن لنا رغيف ملدن بقى كده اهو، ونستمتع بأحلى طبق مقبلات في التاريخ. وتحية خاصة مني لشعب السوداني الجميل وشعب سوريا العظيم. الحقيقة بقى ان وقت الفيديو خلص، بس افكاري في الحفاظ على النعمة والامتنان ليها لسه ما خلصتش. لو عايزين جزء تاني عرفوني ده في الكومنتات. وفي النهاية خالص انا عايزة اقولك، بيلخص الكاتب مشاعرنا كلنا ناحية امهاتنا وبيقول: ومن مثل امي يداها تبيدان الطبخ وخياطة ثوبي وإصلاح كل الأشياء وقلبي. وعشان كده أنا فخورة قوي بنفسي كأم بالرغم من تعبي، عشان أنا عارفة أن أنا بالنسبة لولادي ساحرة بس طيبة، بتمد إيديها الطيبين على أي حاجة فتحول حتى الأرض البور لعمار. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم خليتكم تمتنوا للنعمة كده وعجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة طيبة جميلة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.